صباح الفل، ولو بالليل مساء الفل. النهارده بقى هنعمل حاجه حلوه كده، حاجه جميله كده هتشوفوها، هتبقى حاجه جميله بناكلها كده ونشرب عليها الشاي. هي ايه؟ هنعمل صينيه كيكه، بس هتبقى صينيه كيكه جميله. معانا ايه مكوناتها يا جماعه؟ معانا كوبايه لبن واحده، وكوبايه سكر ممسوحه، ودولت كوبايتين اتنين دقيق. دول كوبايتين دقيق مش تلاتة، دول كوبايتين، وبيضتين، والشيف كيك، والفانيليا، ودي بقى معلقة واحدة بس كاكاو، هتشوفوا دلوقتي هعمل بيها ايه. ودي نص كوباية زيت، وحط عليها معلقة سمنة، يعني هي معلقة السمنة بالزيت نص كوباية، يعني زيادة عن النص كوباية، حاجات بسيطة جدا زي ما انتم شايفينها كده. دولت بس عشان هما كوبايتين اتنين بس دقيق. يلا بينا بقى نشوف هنحط المكونات دي على بعضها ازاي، وهنعمل صينية الكيكة دي ازاي، هتبقى صينية كيكة جميلة. يلا بينا كده يا جماعة. انا حطيت هنا البيضتين، وحطيت كوباية الا ربع سكر، وحطيت كوباية سكر ممسوحة عشان هما كوبايتين دقيق، كوباية سكر ممسوحة وبيضتين، وحطيت الفانيليا، يعني حطي كيسين فانيليا. ويلا ايه بقى، نديهم ضربة كويسة. زي ما تديهم ضربة كويسة كده، وبص بيضوا ازاي، تسمي وتصلي على الرسول، وتروحي حاطة عليهم نص كوباية الزيت بمعلقة السمنة الجميلة دي معلقة السمنة وظيفتها ايه يا جماعة؟ معلقة السمنة دي بتعمل لها ريحة جميلة، وانتوا عارفين بقى الحاجة الفلاحي دي، السمنة الفلاحي بتعمل طعم وريحة جميلة للحاجة. يلا بينا برضو ايه، نديهم ضربة كويسة كده. بعد ما ادينا السمنة والسكر والزيت والفانيليا، والسمنه وسكر وزيت وفانيليا، بعد ما حطيناهم واديناهم ضربه كويسه، بصوا يا جماعه، بصوا الفكاكيع اللي طالعه والهواء اللي دخلها من كتر ما بتضربي فيها. لازم الحاجه دي تضربيها كده كويس بمضرب سلك، بمضرب كهرباء، بايدك تديها ضربه كويسه كده، عشان الفكاكيع دي لما بتطلع كده تعرفي وتتاكدي ان هي كده دخلها هوا، هتبقى الكيكه هشه وهتبقى جميله. يلا بقى نسمي ونصلي على الرسول. نعمل ايه؟ نحط كوبايه اللبن دي، انا مش هحطها كلها، بصوا انا سبت شويه هما كده، مش هحطها كلها عبال ما نربها ونشوف هي عايزه لبن تاني ولا لا، عشان ما تجيش ايه زياده، عشان هو يا دوبك الكوبايتين على قد الصينيه بالظبط. يلا تسمي وتصلي على الرسول وتقولي اللهم زيد وبارك، وتديها ضربه كويسه كده جميله، تدخلي برضو ايه فيها الهواء. هنا يا جماعه حطينا اللبن واديناه ضربه كويسه. نحط بقى ايه كوبايتين الدقيق دول، تسمي وتصلي على الرسول كده، وتحطي كوبايتين الدقيق وتديهم برضو ضربه كويسه كده، برضو زي ما بقولك كده، تخلي برضو التنك تضربي لما تدخلي الهواء فيها، كتر ما بتضربي والهواء بيدخل لها بتبقى خفيفه وبتبقى جميله وبتبقى منخششه كده من جوه. يلا بينا كده نديها ضربه كويسه. حبايب الكيكه عامله ازاي، بصوا العجينه عامله ازاي، العجينه خطيره خطيره. شيف كيك يا جماعه، هنحط بقى ايه، الشيف كيك كان المفروض حطيته على الدقيق، بس ايه معلش ما حطيتهوش انا على الدقيق، كده حطيناه، نديله بقى ضربه كويسه برضو. هنا انا حطيت معلقه الكاكاو على نص العجينه بتاعت الكيكه دي، نص العجينه حطيت عليها معلقه الكاكاو، ده النص التاني الابيض. يلا بقى ايه، نحط العجينه دي على بعضها ونشوف هنعمل صينيه الكيكه الجميله دي ازاي ان شاء الله. يا نهاري، انا بحسب انا فاتحه الكاميرا مش فاتحاها، طب مع العموم معلش. كده ايه، احنا ايه بنحط ايه، بصوا اهو زي ما انتوا شايفين كده كده بقى، عشان ايه الحته دي الاخيره خالص، فخلاص مفيش عجينه، عشان انتوا عارفين ان هما كوبايتين اتنين بس يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده حطينا اللي تحت دي، بس ما كنتش انا بصور. بصوا يا جماعه، هتبقى صينيه كيكه بقى في منتهى الجمال، بس يا خساره بقى انا بحسب التليفون بيصور، ما كانش بيصور. انا كنت باخد مغرفه من دي على مغرفه من دي، مغرفه من دي على مغرفه من دي، لحد ما عملت الشكل الجميل الحلو ده. في حته تاني بقى فايضه، طبعا مش هنرميها يا جماعه، برضه هنحطها، تنينا كده لحد ما تنزل كلها.
بس كده ايه حلو قوي. نعمل ايه بقى؟ نحط برضو الحته البيضه اللي فاضله دي عليها. بس كده بقى يا جماعه بقت صينيه جميله. تهزيها بقى كده، كده بقت صينيه جميله. يلا بينا بقى نحطها في الفرن، واما تطلع من الفرن هتشوفوا جمالها بقى وهتشوفوا حلاوتها. امشوا على المقادير دي، هتعملوا صينيه كيكه. بصوا انتوا هتشوفوها من جوه دلوقتي اما اخرطها عامله ازاي. يلا بينا على الفرن نحطها، وان شاء الله واحنا بنخرطها هنشوفها مع بعضينا شكلها ايه من جوه، وهنشوف التفريغات والهشاشه بتاعتها من جوه. يلا بينا على الفرن. صينيه الكيكه الجميله طلعت، بصوا الجمال بقى. يلا نقطعها ونشوفها من جوه هتبقى شكلها ايه، وهشه ولا لا، وعامله ايه ان شاء الله. يلا نقلبها ونقطعها باذن الله. كده يا حبايبي انا قلبتها من الصينيه، بصوا الجمال. يلا بقى ايه نخرطها ونشوفها ايه من جوه هتبقى شكلها ايه ان شاء الله. كده حبايبي شلناها من الصينيه وقطعناها، بصوا الجمال، بصوا الجمال بتاعها. ما اوريها لكم بقى. بصوا يا جماعه، بصوا منخششه ازاي، بصوا منخششه ازاي من قلبها، وبصوا سواها من تحت وسواها من فوق. جميله جدا وطلعت كيكه جميله. وبصوا كيكه جميله وهشه وروعه. بصوا كلها زي ما انتوا شايفينها كده، وسواها من تحت جميل، وهي طلعت جميله جدا. وتمشوا يا جماعه على المقادير دي هتبقى جميله جدا. بس بقى دي صينيه صغيره خالص. انت عايزه تعملي صينيه كبيره حطي بقى 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات ونص، وهتحطي طبعا 3 بيضات، 4 بيضات، وكوبايتين لبن، وهتحط لها كوبايه ونص سكر عشان تطلع حلو. يعني ما تحطيش كوبايه لان دي صينيه صغيره، وانا حاطه كوبايه ممسوحه كده يعني، وطالعه مظبوطه وحلوه. انت هتمشي على المقادير صح هتطلع معاكي كيكه زي ما انتوا شايفينها كده. بصوا انتوا شايفين الجمال اهو بنفسكم عامله ازاي ومفرغه وجميله ازاي. بصوا الجمال. يلا يلا نعمل بقى طبق جميل كده ونشوف ايه هنقدمه ازاي ان شاء الله. يلا عملنا بقى طبق جميل. بصوا يا جماعه التفريغه بتاعتها مفرغه، بصوا مفرغه ومستويه وطعمها روعه يا جماعه. من ايه؟ طبعا معلقه السمنه اللي بحطها على معلقه السمنه اللي بحطها على الزيت دي، على نص كوبايه الزيت، بتعمل لها طعم رهيب جدا يا جماعه. ولو ما فيش يعني سمنه عادي، انا لو ما عنديش سمنه مش خلاص هحط زيت، بس معلقه السمنه الفلاحي اللي بحطها دي بتعمل لها طعم وبتخليها جميله جدا. بصوا يا جماعه امشوا على المقادير دي، بس دي صينيه صغيره زي ما قلت لكم. بقى عايزين تعملوها صينيه كبيره هتحطي 3 كوبايات دقيق او 3 ونص، وكوبايتين لبن، و4 بيضات، 3 بيضات يعني انت ومقدرتك. هتطلع جميله وهتطلع كيكه روعه زي دي كده بالظبط. بصوا الجمال. يلا صحه والف هنا على اللي شاف وعلى اللي هياكل، صحه والف هنا عليه. والسلام عليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.